سمعتها في السوق بتقول البصل هيغلى، قلت لها ايه ده بجد؟ قالت لي اه تصدقي بس اوعي تقولي لحد. قلت لها طب وليه وانا ما اقولش لحد ليه؟ قالت لي كده علشان الناس هتهجم عليه وهيبتدوا ان هم يشتروه، لما يشتروه هيبتدي يغلى وسعره هيزيد اكتر واكتر. قلت لها والله شوفوا الناس بتعمل ايه في بعضها. المهم خلينا في وصفتنا. جبت بصلتين ورحت ايه مقطعاهم، والبصل لازم يكون من النوع اللي هو الاحمر. البصل الاحمر ده بيبقى حلو جدا وبيبقى فيه تسكيره كده حلوه قوي. البصل الابيض ده بيبقى للخضار وللطبيخ، وبيبقى برضو بيبقى حلو، بس ما ينفعش ان احنا نعمله او نشتغل بيه في الوصفه بتاعتنا. البصل الاحمر ده هو اللي المفروض نجيبه للوصفه بتاعتنا. جبت بقى بصلتين كده متوسطين وابتديت ان انا اقشرهم زي ما انتوا شايفين، وما بقشرش الراس من فوق علشان يفضل متماسك معايا كده وانا بقطعه. ودي الطريقة الصحيحة لتقشير البصل اهو بالشكل ده. طبعا القشر اللي انا حطيته على جنب ده ما برميهوش، غسلت بقى البصلتين وجيت بقى علشان اقطعهم. هقطعهم بس كده تقطيعة من النص، وابتدي بقى اقطعهم كده شرايح زي ما انتوا شايفين. لو حابين تاخدوها كده من الجنب تقدروا تاخدوها، بس الطريقة دي سهلة وبسيطة، وتقدروا ان انتوا تقطعوا اي كمية معاكم هتتقطع معاكم بكل سهولة وبطريقة سهلة جدا وبسيطة. طبعا لو حابين تستخدموا بصل اكتر من كده تقدروا تستخدموه، بس انا شايفة ان الكمية دي مناسبة ليا. بعد ما قطعته ابتديت اجيب بطرمان، ويفضل البطرمان بتاعنا يكون ازاز ومتعقم كمان. هبتدي بقى احط فيه قطع البصل اللي انا قطعتها، وكمان تقدروا بقى لو مش حابين تقطعوه كده قطعوا اي تقطيعة انتوا عايزينها. وببتدي ان انا افكه كده من بعض، وهبتدي دلوقتي احط عليه بقى شوية توابل وحاجات حلوة جدا وطعمها خطير. بجيب بقى دلوقتي ورقتين كده من اللورة واربع فصوص من القرنفل او المسمار زي ما بيقولوا عليه في الدول العربية. وببتدي كمان بجيب نص معلقة من الشطة ومعلقة كبيرة من الملح. وطبعا كل ما هتزودي في الكمية كل ما هتزودي في التوابل بتاعتنا. وكمان حطيت عليه نص معلقة من السكر علشان يخلي البصل بتاعنا كده مقرمش وجميل، بس هي ما جاتش معايا في التصوير. هحط بقى دلوقتي ربع كوباية كده من الخل، ونقدر لو عندنا خل تفاح نقدر نستخدمه، انا كان عندي خل ابيض استخدمته. هحط عليه بقى كوباية كبيرة من المية السخنة. المية هنا لازم تغطي معانا البصل وتغطي وش البصل زي ما انتوا شايفين، وزي ما قلت لكم كل ما هتزودوا في الكمية هتزودوا كمان في المقادير بتاعتنا. هقفله بقى كويس كده وابتدي ان انا اسيبه، وابتدي ان انا ارجه كده بالشكل ده. وبعد بقى ما رجيته كويس هبتدي ان انا اسيبه بالظبط نص ساعة، وابتدي بقى اكل منه احلى بصل مخلل. بصوا في التاريخ ممكن استخدمه في السندوتشات، ممكن استخدمه في حاجات كتيرة جدا، طعمه رهيب والله رهيب. وهنا بقى يا ريت لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير. جبت بقى قشر البصل اللي انا وريته لكم، شلت منه البصل اللي هو بيبقى لازق كده من في القشره، وببتدي ان انا اغسله. وممكن بقى استخدمه في السلطه، وممكن كمان استخدمه كمان للشوربه. مش هنفرط في البصل يا جماعه، البصل بجد الفتره الجايه الحقوا خزنوا بصل، لان هيوصل الكيلو ل 30 و35 جنيه. وادي بقى البصل بتاعنا بعد بقى ما تخلل معانا. بصوا الجمال وبصوا اللون، كل اللون الاحمر اللي كان في البصل بصوا نزل معانا طبيعي ازاي في قلب الميه. الميه دي جباره مع طبق فول بقى، مع بصوا مع مشويات طبعا الله يرحمها، ممكن طبق كباب كده ولا كفته. ان شاء الله الايام دي ترجع تاني مع بقى فرخه كده مشويه. بصوا خطير، احلى بصل مخلل هتاكلوه بطريقه سهله وبسيطه، وفي نص ساعه عملنا احلى بصل مخلل طعمه حلو وسهل وبسيط وكمان سريع. بألف هنا وشفا. دي كانت وصفتنا، اتمنى يا رب الوصفه تكون عجبتكم. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير.